ماينكرافت تبدو كلعبة أطفال، ولكن لو تعمقت فيها قليلا لوجدت الكثير من النظريات والتساؤلات. ونظريتنا اليوم عن الآيرون جولم. قد لا يكون الآيرون جولم للوهلة الأولى كائن غريب، ولكن الأمر مختلف كثيرا. على سبيل المثال، لماذا الآيرون جولم يمتلك قوة هائلة؟ فهو أحد أقوى 5 كائنات في اللعبة. ولماذا الآيرون جولم يحب القرويين لدرجة أنه سيختار التضحية بحياته؟ ولماذا الآيرون جولم يتواجد في القرية فقط؟ لماذا لا يتواجد بطريقة طبيعية مثل أغلب الكائنات؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سأجيب عليها في الفيديو. لضربة الأحزمة وخلونا نبدأ. ما أن تدخل القرية ستجد قرويين لا حول لهم ولا قوة، ولكن لهؤلاء القرويين حارس، الآيرون جولم، كائن ضخم يمتلك 50 قلبا، ودمج قد يصل إلى 11 قلبا. يعني ضربة واحدة كافية على قتل كل هذه الكائنات التي تراها. وهنا تبدأ التساؤلات، من أين أتى هذا الكائن؟ الإجابة على هذا السؤال أمر سهل. يوجد طريقتين لاستدعاء الآيرون جولم. الطريقة الأولى هي عن طريق وضع الآيرون واليقطين بهذا الشكل، والطريقة الثانية وهي عندما يخاف الفيليجر. نعم، الآيرون جولم حرفيا يرسب عندما يشعر القرويون بالخطر. وهذا الكلام ليس كلامي بل كلام الشركة المطورة موجانج. ويمكنك أصلا التأكد من هذا بالنظر إلى طريقة عمل الآيرون فارم. يجب أن يكون هناك فيليجر وتهديد بالخطر والذي هو زومبي، وهذا الاكتشاف سيغير الكثير في مجرى هذه النظرية. والآن لدينا سؤال آخر، كيف ومن أين يأتي الآيرون جولم؟ صحيح أننا عرفنا السبب لكن لم نعرف كيف. هل يأتي من العدم؟ كي نجيب على هذا السؤال علينا فهم سلوكيات الآيرون جولم والفيليجر. الآيرون جولم يحب الفيليجر، حتى أنه في بعض الأحيان قد يعطي وردة للفيليجر الصغير. لحظة، قد يبدو هذا الفعل يدل على الحب، ولكن الأمر أعمق من هذا بكثير. سيدتي وسادتي، أنتم الآن على وشك سماع أقوى نظرية في اليوتيوب. هذه الوردة لا تعني أبدا الحب، بل هي ترمز لشيء أعمق من هذا بكثير. اسم هذه الوردة في اللعبة هو بوبي، ولو بحثت في جوجل عن ما الذي ترمز إليه هذه الوردة هذا ما ستجده. تمثل هذه الأزهار العزاء والذكرى والموت. هذا يعني أن الآيرون جولم يقدم هذه الوردة كتعزية. هذا يعني أن هذا الآيرون جولم قد شاهد على أحداث مأساوية قبل حتى أن تفتح اللعبة، وقبل أن يأتي الآيرون جولم بذات نفسه إلى القرية. هذا يوضح لنا بشكل واضح أن الآيرون جولم لم يأتي من العدم، بل كان موجود منذ البداية، ولكن في هيئة أخرى لا يمكننا رؤيتها. والشيء الذي لا يمكننا رؤيته في ماينكرافت هي الأرواح. يعني باختصار الآيرون جولم كان روح، وهذه الروح تحب القرويين وتدافع عنهم، وكذلك شاهدت على أحداث مأساوية وموت. إنها روح الفيليجر، ولدي الكثير من الأدلة على هذا. لو ألقيت نظرة على عالم ماينكرافت ستجد قرى مهجورة، أو بالأحرى ليست مهجورة بل سكانها ماتوا. واستنتاج هذا أمر سهل. حرفيا القرويين هم أكثر كائن مهدد في اللعبة بعد ستيف طبعا، لكن على خلاف ستيف الذي قادر على الدفاع على نفسه، يمكن الفيليجر لا يمتلكون أي وسيلة دفاع سوى حط رجلك وجهك. هذا جعل عددهم يقل تدريجيا بعد ظهور التهديدات مثل عناكب متحولة وهياكل عظمية ووباء الزومبي، وكذلك البيليجر. يمكنك مشاهدة نظريتي السابقة عن الإيليجر، ستفيدك كثيرا في فهم الأحداث. يمكنك فتحها من هنا أو من الديسكريبشن. المهم، بعد موت الكثير من الفيليجر قررت هذه الأرواح أن تتجسد في الآيرون لأنه مادة صلبة، وهناك دليل بسيط على هذا. لاحظ الشبه بين الآيرون جولم والفيليجر، وهكذا عرفنا من أين أتى الآيرون جولم. كائن شاهد على إبادة شعبه والكثير من الضحايا والمآسي، وعاد من جديد ليدافع عن بني جنسه وكذلك لينتقم. يا صاحبي، أدري أن نظرية قصيرة لكن لم أرد التمطيط، وكذلك هناك أسئلة أخرى لكن سأجيب عليها في نظرية الألاي بإذن الله. على سبيل المثال، لماذا الآيرون جولم محبوس في هذا المكان؟ المهم، سأترك كل هذا الكلام للنظرية القادمة. لو أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واشترك في القناة، وشكرا على المشاهدة.